السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا دكتور عصام طاحون، استشاري التغذية جامعة القاهرة. وده الفيديو رقم 2 في سلسلة فيديوهات مقاومة الأنسولين ومرحلة ما قبل السكري والسكري النوع الثاني. في الفيديو ده هنبدأ نتكلم عن الثلاث حاجات دول أو الثلاث مشاكل دول، وإيه الفرق ما بينهم، وإزاي نقول إن إحنا عندنا مقاومة أنسولين، وإمتى الموضوع يتطور ويبقى مرحلة ما قبل السكري، وإمتى دخلنا في السكري النوع الثاني. اول حاجه هنبدا بمقاومه الانسولين، وهي معناها ان جسمك بدا يحارب هرمون الانسولين. يعني هرمون الانسولين بيتفرز عادي من البنكرياس، لكن الجسم بيبدا بشكل جزئي يقاوم الهرمون ويخليه ما يشتغلش بشكل طبيعي. هرمونك بيتفرز عادي خالص من البنكرياس، لكن مش قادر يقوم بدوره الطبيعي. دوره الطبيعي ان هو بياخد السكر من الدم يدخله الخلايا، فبيبدأ يحصل له نوع من أنواع المقاومة، وهي إن الأنسولين ما بيقدرش يدخل الخلية عشان يدخل السكر اللي أنت بتاكله. فيحصل مشكلتين: المشكلة الأولى إن السكر يتراكم في الدم، وإن الخلية نفسها تفضل جعانة وما يدخلهاش سكر. المشكلة دي ممكن تستمر معاك شهور وسنين وأنت ما تعرفش. ممكن نعرف بالأعراض اللي هنتكلم عليها بعد شوية، لكن هي ملهاش عرض كبير وأساسي زي السكر، اللي هو دخول الحمام كتير أو التعرق أو الأعراض اللي الناس عارفاها. مقاومة الأنسولين هي بدايات المرض، هي بدايات المشكلة، وهي مش بدايات السكر بس. مقاومة الأنسولين أصلا جزء من متلازمة كبيرة اسمها الميتابوليك سيندروم أو متلازمة الأيض. متلازمة الأيض دي معناها إن أنت بيجيلك مقاومة أنسولين وجسمك مش قادر يحرق السكر ولا أي أكل بتاكله، وتبدأ دهون الدم بتاعك تعلى، ويبدأ الكبد يترسب عليه دهون وبنسميه الكبد الدهني، وتبدأ تتراكم دهون في منطقة البطن، وبعد شوية ضغطك بيعلى، وتكمل الصورة بمجموعة المشاكل دي. نرجع لمقاومة الأنسولين نفسها، وهي البداية لكل المشاكل، سواء مرحلة ما قبل السكري أو السكري النوع الثاني أو أغلب المشاكل اللي أنا لسه قايلها لحضراتكم. مقاومة الأنسولين بتتقدم وتتنقل لمرحلة تانية، هي مرحلة ما قبل السكري. مقاومة الأنسولين لو ما اتعالجتش وفضل الموضوع على ما هو عليه، بيبدأ الجسم يزود في المقاومة بتاعة الأنسولين. يعني بدل ما كانت مثلا 30% بقت 50 60%، وأغلب هرمون الأنسولين اللي في جسمك ما بقاش قادر يشتغل بشكل طبيعي، فيبدأ بالفعل يتراكم كميات من السكر في الدم. لسه ما تمش إصابتنا بالمشكلة أو ما اسمناش مرضى سكر، لكن السكر بدأ يعلى في الدم. مرحلة ما قبل السكري دي فرصة ذهبية وجوهرية، اوعى تفوتها لو هي عندك، لعلاج المرض من جذره في كام شهر، في 3 شهور تقريبا، من غير ما تلجأ لأي أدوية خالص. مرحلة ما قبل السكري لسه ما دخلتش في المرض، مرحلة ما قبل السكري لسه عندك فرصة، ولسه عندك إمكانية كبيرة جدا إن أنت ترجع طبيعي تماما بدون أي تدخلات دوائية، وبدون ما تعيش في نفق السكر وتفضل مكمل فيه على طول. مرحله ما قبل السكري ممكن تقعد معاك شهور، وفي بعض الناس ممكن تقعد معاهم سنه وسنتين ولسه ما وصلش لمرحله انه يبقى مريض سكر بشكل رسمي. لو انت ما عالجتش الموضوع او ما لحقتوش، بيتطور الموضوع لمرحله السكري، خلاص بيكون جسمك وصل لمرحله متقدمه من مقاومه الانسولين، والسكر عمال يعلى 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 في الدم، فتلاقي التراكمي بتاعك عدى 7 ووصل ل 8 و9، ويبدا يعلى، وجسمك خلاص دخل في مراحل عنيده جدا من مقاومه الانسولين، وبقيت مريض سكر نوع تاني بشكل رسمي. ده الفرق ما بين الثلاث انواع، سواء مقاومه الانسولين او مرحله ما قبل السكري او السكري. هي الفكره في قوه المرض نفسه وشده المشكله بتاعت مقاومه الانسولين في الثلاث مراحل، بتبدا بسيطه وبعدين متوسطه وبعدين عاليه، اللي هي بتبقى الاصابه بالمرض نفسه. طيب ايه الاعراض لمقاومه الانسولين؟ اعراض مقاومه الانسولين مشهوره في اغلبها، لكن برضو نراجع عليها ونقول اهمها اللي انت تعرف بيها اذا كان عندك مقاومه الانسولين ولا لا. اول حاجه شراهه للسكريات، وخصوصا بعد الوجبات او بالليل، يعني تلاقي نفسك واكل وجبه عاديه خالص لكن محتاج حاجه مسكره. رقم اتنين، ارتفاع دهون الدم، وانا بصنف ارتفاع دهون الدم ان هو تقريبا اقوى عرض يقول ان انت عندك مقاومه انسولين، اللي هو الكوليسترول والدهون الضاره والدهون الثلاثيه. في عرض كمان شائع عند بعض الناس، وهو ان رقبتهم بيبدا يظهر فيها بعض الخطوط الغامقه، وبعض الناس بيبدا يتراكم دهون في منطقه البطن بشكل كبير جدا، وبعض الناس بتبدا تحصل لهم متلازمه، وده طبعا في السيدات متلازمه تكيس المبايض اللي بنسميها البي سي او.
اغلب الحاجات دي اعراض مقاومه الانسولين. وطبعا لو دخلنا في البري دايابيتك او مرحله ما قبل السكري بيبدا موضوع الحمام يزيد، دخول الحمام، ويبدا الموضوع العطش يزيد مع زياده الاعراض اللي انا لسه قايلها بتاعت مقاومه الانسولين. لو دخلنا في مرحله السكر الرسمي كل الاعراض بتبقى موجوده وبتزيد معاك. وطبعا لو عملنا تحليل سكر تراكمي بيطلع زياده عن 7، 6.5 او 7. في مراجع بتقول 6.5، وفي مراجع بتقول زياده عن 7. ده بالنسبه للاعراض. بالنسبه للتشخيص مقاومه الانسولين انا بشخصها بتحليل دهون الدم. يعني الناس بتعمل الهوما اي ار او تحليل الهوما اي ار او اللي هو تحليل مقاومه الانسولين المشهور. انا لا اعتد بيه خالص، لان في اغلب الاحيان المعامل بتطلع نسبته غلط. رقم اتنين، دقته في تحديد المشكله ما بتبقاش عاليه قوي. هو بيقيس نسبه الانسولين في الدم ونسبه الجلوكوز وبيضربهم في بعض وبيقسمهم على 404. هي معادله كده. فمشكله الموضوع ده ان هو دقه قياس هرمون الانسولين في الدم بتبقى قليله بشكل كبير عند اغلب المعامل. التحليل اللي ما بيخطئش هو تحليل دهون الدم. هي معادله بنقسم فيها ترايجلسرايدز او الدهون الثلاثيه على الاتش دي ال او الدهون النافعه في الدم، والنسبه اللي بتطلع دي بنقيس بيها نسبه مقاومه الانسولين. في تحليل طبعا السكر التراكمي هو بيبقى كويس في مرحله مقاومه الانسولين الاولانيه، بيبقى تحت 5.5. لكن بعد شويه لو تطور الموضوع بيبدا يزيد، اللي هو في مرحله ما قبل السكري من 5.5 ل 6.5 او 7. لو دخلنا في مرحله السكر بيزيد عن 7. دي القياسات اللي انت ممكن تعملها او التحاليل اللي ممكن تعملها، اللي هو تحليل دهون الدم والسكر التراكمي. وابعد عن تحليل مقاومه الانسولين ووفر فلوسك. دي الاعراض ودي المشاكل ودي الفرق ما بين الثلاث مشاكل دول. والخاتمه هنا ان لو انت في مرحله من الثلاث مراحل، سواء مقاومه انسولين، سواء مرحله ما قبل السكري، سواء سكري النوع الثاني اول 3 سنين، تقدر تعالج نفسك بدون تدخل دوائي نهائي. حتى لو عندك سكر نوع تاني، حتى لو تم التشخيص والاصابه بيه في اول 3 سنين، نقدر ان احنا نعالجه علاج نهائي بدون اي دواء. والكلام اللي انا بقوله ده مش كلام عصام، ده كلام الطب والعلم الحديث اللي بيقول الانظمه الغذائيه والرياضه المتقدمه تقدر تعالج مقاومه الانسولين وما قبل السكري والسكري النوع الثاني اول 3 سنين علاج نهائي في ظرف شهور. الموضوع ممكن من 3 شهور ل6 شهور، اللي هي الفتره الاكيوت او الفتره اللي هي الكبيره في الاول اللي بنعمل فيها الشغل كله. وبعدين 6 شهور مينتيننس او ان انت بتعيش حياه صحيه تقدر تكمل بيها. لكن الامل موجود ان انت تخف تماما في الثلاث مراحل دول. طبعا كل ما الموضوع بيزيد كل ما بيبقى اصعب شويه، لكن الامل موجود وبيفضل موجود. ان شاء الله في الفيديو الجاي هنبدا نتكلم على طرق العلاج وازاي نبدا ناخد خطوات جديه ان احنا نعالج المشكله دي. مرضى السكر النوع الثاني اللي لسه متشخصين ومقاومه الانسولين وما قبل السكري، ارجوكم لو انت لسه متشخص بالموضوع ابدا رياضه ونظام غذائي. احنا عالجنا ناس كتيره جدا بالانظمه الغذائيه والرياضه فقط بدون اللجوء للادويه. وياما ناس بيجوا العياده او في المتابعات اونلاين بيكون التراكمي 7 وما خدوش ادويه، وفي ظرف شهر واحد بنعمل تراكمي بعديه بنلاقي التراكمي نزل درجه بعد شهر، مش بعد 2 أو 3 حتى. بعد شهرين أو 3 التراكمي بينزل تحت 5.5 والشخص بيعيش حياة طبيعية تماما تماما تماما. الحياة الطبيعية اللي هو بياكل فيها بشكل صحي، بيمارس فيها أي نشاط رياضي وعايش حياته بشكل طبيعي. السيناريو الآخر اللي أغلب الناس بتقع فيه إن هي بتستسلم للمشكلة وبتاخد الأدوية وبتفضل على نمط حياتها السيء وعدم ممارسة الرياضة، فبتخش في نفق السكري ويفضل في دوامة الأدوية طول عمره. بيتنقل ما بين دواء للتاني لحد ما بيوصل للانسولين ولحد ما اعضائه وجسمه بيتلافوا بسبب السكر. فهنا دعوه صريحه للعلاج، دعوه صريحه للنظام الغذائي، دعوه صريحه للتغذيه، دعوه صريحه للرياضه. وكل حلقه هتكلم في نفس الموضوع لان الموضوع ابسط ما يكون، لكن ناخد خطوات. استنونا في الفيديو الجاي ان شاء الله رب العالمين، هنبدا نتكلم في الخطوات الجديه للعلاج من مرض السكري النوع الثاني ومقاومه الانسولين.